السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة أول رجب. أعاد الله عليكم بخير واليمن والبركات. كل سنة وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان. لو فقودين والمفقودين مننساش ندعي لإخواننا في فلسطين، ربنا ينصرهم نصر عزيز المقتدر ويثبتهم ويربط على قلوبهم يا رب، ويقويهم على اللي هم فيه وينصرهم نصر عزيز المقتدر، ويثبت ويزلزل الأرض تحت رجل الصهاينة دول، ويشل أيديهم وأرجلهم يعني عينيهم يا رب. أنت على كل شيء قدير. اللهم صل لهم شهر الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. النهاردة احنا هنعمل أنا عشان ما أطولش عليكم الفيديو هنعمل كوسة بالبشاميل. معلش اعذروني في اللقطة ديت ما تصورتش، صورتها ما تصورتش يعني، اللي هي اللحمة المفرومة. طبعا كلنا بنعرف نعصجها، بس أنا هقول لكم على طريقتي. كل واحد له طريقة، بس هي تعصجها سهل جدا، كلنا بنعملها زي بعض. أنا جبت البصلاية كبيرة، قطعتها جوليان كده وشوحتها مع فص توم الأول كده على النار، وحطيت عليها رشة ملح صغيرة من غير سمنة ولا أي حاجة. شوحتها على نار هادية كده. لما اصفرت معايا رحت حاطه معلقه رحت حاطه اللحمه المفرومه، وفضلت اقلب فيها برضو لغايه ما اتشوحت مع البصله بدون اي سمنه ولا اي حاجه. وبعد كده رحت حاطه عليها معلقه سمنه. قبل ما احط السمنه حطيت الملح، حطيت الفلفل، ما حطيتش ملح عشان الملح اما هتحطيه في اول اللحمه هيخلي اللحمه ما تتفرمش معاكي كده، هتخليها كتل وحبيبات. فبحط في الاخر خالص لما هي لونها بيتغير. حطيت فلفل اسود، وحطيت قليل من الكمون بسيط، شعره كده حسب الرغبه انتي، وبرده قليل من الكزبره، وقالب مرق الدجاج، وقلبتهم مع بعض كده اتشوحوا. رحت حاطه معلقه سمنه وشويه زيت حسب ما انت عايزه، برده عايزه زيت ماشي، عايزه سمنه ماشي، وقلبتهم كده اهو. وحطيت طبعا رشه سكر برده اهو. وبعد كده عشان عايزه الطعم عملت بشرت جزرايه صغيره نحطها تتشوح كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنشوح فيها كده برضو نشوح فيها شويه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بعد كده اقول لكم هنعمل. بصوا يا حبيبي، هنا بعد ما حطيت الجزرايه وشوحتها شويه وقطعت معاها قرن فلفل حامي حسب الرغبه برضو، بس بيدي طعم وبيدي تيست كده عالي. هنا رحت حاطه القطايه المبشوره، طبعا بشرت قطايه، وكمان كنت حاطه مع البهارات نص معلقه بابريكا صغيره كده اهوت. هي كده خلاص شربت القطايه اهي كده، وريحتها طلعت معانا كده. هطفي عليها بقى كده اهو. هحضر بقى جاهز الكوسه واوريها لكم، خليكم معايا لاخر الفيديو. بص يا حبايبي، هنا بعد ما طبعا عملنا اللحمه اهي الكميه اللي انت عايزاها. انا عامله على فكره ربع كيلو على صينيه كبيره، بنقتصد يعني الحل عشان الظروف اللي احنا فيها اهي. معانا الكوسه، انا معايا 2 كيلو كوسه، عايزه كتري حسب الصينيه اللي انت عايزاها. طبعا غسلتها قبل ما اقطعها، وبعدين عملتها شرشرتها كده بالمقوار، وبعدين غسلتها تاني، وبعدين قطعتها بالسمك ده، ولا تخينه ولا رفيعه، حلوه يعني السمك ده. عايزه تقطعها بالطول قطعيها حسب ما انت حابه تقطيعها. هنا وحطيت هنا معلقه سمنه وشويه زيت، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط معلقه ثوم اهي. وهننزلها على طول على نار هاديه كده. الاول هنهدي النار بس عشان الثومه ما تتحرقش. معلش هي الثومه احمرت شويه عشان الحله سخنه اهو. نشوحها بقى بتاخدها تشويحه، نحط عليها شويه فلفل شويه ملح، ونغطيها لغايه ما تدبل عشان تبقى تستوي شويه قبل ما نحطها في الصينيه. الرحمن الرحيم. يا بركه بسم الله الرحمن الرحيم. احط الكميه كلها بقى وافضل اشوح فيها شويه كده، وبعد كده هوطي عليها واسيبها تستوي شويه مع بعضها كده، تفك ميتها وتشربها عشان تبقى فيها ايه، تبقى مستويه نص سوا، عشان ما نحط عليها البشاميل تدخل الفرن تاخد بقيه السوا. انا بقى هسيبكم على كده لغايه ما اخلص واوريكم هنعمل ايه. هحط بقيه الكميه واشوح فيها شويه، ومغطيه عليها، انا مغطيه على فكره كده دلوقتي، وهغطيها واسيبها بعد كده نشوف هنعمل ايه. طبعا غطيناها وغطينا عليها عشان تتشرب، تنزل ميتها تشربها وتستوي نص سوا. معانا هنا كيلو لبن مغلق عليه، هنحط عليه باكت
خلطة بشاميل، وممكن تحطي 3 معالق دقيق بدل الباكت دوت لو ما عندكيش يعني. ده تقريبا انا كنت واخده منه شويه، بس هكمل بمعلقه دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كده بحط معلقه دقيق اهي كمان. احنا مش عايزين البشاميل تقيل، عايزينه يعني سمكه بين الوسط كده، ولا خفيف ولا تقيل، عشان يشرب فيها ويسويها. هنفضل نقلب كده بقى على نار هاديه لغايه ما يتكون ايه معانا. ونشوف لو كان دلع هنحط له شويه ملح وسنه فلفل، وعايزه احط له حته سمنه احط. انا بحط بقى ايه قشطه بترمي عن السمنه، ممكن احط برده حته سمنه بلدي. ماشي، هفضل اقلب فيه بقى، بعد كده نشوف هنعمل ايه. هنا بعد ما خلطتها اهي اهو السمك كده. احنا عايزين مش عايزين تقيل قوي اهو السمك كده، ولا تقيل ولا خفيف. عشان ايه؟ عشان تكمل سوى الكوسه. حطيت معلقه السمنه على فكره، وحطيت وعدلت الحط بتاعها بالملح. حطيت ذره نقطه كده فلفل اسود عشان ما تسمرهوش قوي، وحطيت قالب مرق الدجاج. معانا قشطه اهي هحطها. بسم الله الرحمن الرحيم. دي قشطه مطلعه من اللبن، ومعايا جبنه قشطه اهي. الجبنه دي هحطها برضو بتدي طعم اهي. هحطها كلها. معايا كوبايه كده زي كوبايه القشطه، هحطها كلها. معلش عشان انا بصور لوحدي اهي، فمش مالكه. اقلب كده واركنها بقى على جنب لغايه ما نوضب الصينيه. ونحط طبعا جزء تحت من الكوسه، وندهن الصينيه من تحت زيت او سمنه بسيط كده. ونحط جزء من الكوسه النص، ونحط اللحمه المفرومه طبعا كلنا عارفين، وباقي الكوسه. وبعد كده نحط البشاميل. بكون انا كده وانا بشتغل كده مسخنه الفرن مشغلاه عشان يبقى سخن. واحط الصينيه لغايه ما ايه ما تخلص. لو لقيتها غابت هشغل الشوايه عليها، لو فوق وتحت هنخليها فوق وتحت كده اهو. خليكم معايا لاخر الفيديو يا حبايبي. انا اهوت بعد كده قربت احط اللحمه عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. وزع عليها اللحمه كده. انا هحط بقيه الكوسه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى البشاميل. خلاص كده هدخلها على الفرن واوريها لكم بعد ما تطلع.